دلعني، انا عايزك تدلع المتابعين. قول لي بقى. انا الاكس ار ده هديهولك ب 8500 جنيه. ايفون اكس اس 256 بسعر 9500 جنيه. ايفون 11 بكل الهدايا اللي بتطلع معاه بسعر 13000 جنيه. ايفون 11 برو ماكس 256 جيجا 256 بسعر 18500 جنيه. خد القنبله دي. ايفون 13 برو ماكس بالبوكس بتاعه بشاحن بجراب بسكرينه بضمان 3 شهور 256 جيجا 256 كمان مش 128 بسعر 256 جيجا 28000 جنيه. انت مستني ايه؟ انزل حط لايك بسرعه واشترك في القناه عشان تفوز بالعرض، لانك مش هتلاقي عرض اقوى من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما وعدتكم يا شباب هنرجع تاني لسلسله اسعار الموبايلات من داخل المحلات، والفتره اللي جايه هيكون في فيديوهات قويه جدا واسعار وعروض وخصومات على كل الموبايلات. وبما ان احنا رجعنا تاني يا شباب لسلسله الاسعار، اول مكان كلكم عارفين انا دايما برشحه لكل متابع عندي ان احنا نبدا بيه تصوير هو ترند ستور. وطبعا خلونا مبدئيا كده نرحب باستاذ محمود اللي كتير منكم يعرفوا وصورنا معاه قبل كده مره واثنين، والحمد لله ما كانش بيجي منه مشاكل خالص، وعشان كده فضلت ان انا ابدا بيه سلسله الاسعار من جديد. اهلا بك يا استاذ محمود، عامل ايه؟ منور الدنيا كلها. عايز اقول لك انا لما عملت عندي بس كده يعني مجرد اسئله على الانستجرام وطلبت من الناس ان احنا نرجع السلسله دي تاني، كان عندي اقوى ترشيح من المتابعين كلهم قالوا لي ترند ستور واستاذ محمود. شرف لينا، ويعني انا دايما بكبر بيهم وبكبر بحضرتك، انت بتنورني حبيبي. وانا مبسوط بالكومنتات اللي بتنزل في الفيديوهات كلها، وان شاء الله ربنا يجعلنا بحسن ظنهم يا رب ونقدر نوفي بكلامنا معاهم ان شاء الله. طيب يا استاذ محمود، لان في ناس كتير طبعا انا متاكد ان في نسبه كبيره جدا عارفاك دلوقتي، ولكن خلينا دلوقتي نخاطب المشاهد اللي اول مره يشوفك. يا ريت تعرفهم بنفسك وبالمكان وبالعنوان عشان لو حد فيهم حب يتواصل معاك، لو لقى مثلا سعر موبايل دلوقتي عجبه يقدر يوصل لك ازاي. اخوكم في الله محمود عبد السلام، محلات ترند ستور. احنا الحمد لله في مجال الموبايل من 97 بفضل الله يعني. نتكلم في الفرع اللي احنا بنصور فيه دلوقتي، شارع ناهيه، ولايه دكرور، محافظه الجيزه، اخر شارع جامعه الدول العربيه. نحط رقم التليفون 010 17 800 700. لو اي حد فيكم يا شباب يحتاج اي موبايل اي سعر عجبه هيقدر يتواصل مع استاذ محمود. وخلي بالكم برضه يا شباب ان انا هسيب لكم الارقام في وصف الفيديو لو اي حد عايز يتواصل معاه، وهسيب لكم العنوان. ولكن عشان ما اطولش عليكم، طبعا كلكم عارفين ان احنا دايما بنكسر الدنيا سواء في العروض في الخصومات في الهدايا. استاذ محمود النهارده هيروق عليكم كلكم، ولكن عشان مش عايزين نطول عليكم في المقدمه خلينا يا استاذ محمود نبدا ندخل كده بقى في الاسعار ونعرفهم. بس طبعا زي ما كلكم متعودين العروض بتكون في نهايه الفيديو، فخليك معايا عشان تعرف كل العروض. وطبعا لو بتشوفني دلوقتي ما تنساش تحط لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس، ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. ويلا بينا يا استاذ محمود كده سريعا نبدا مع بعض باول موبايل يا شباب هنبدا بيه. طبعا كلكم عارفين رايي في الموبايل ده، ولكن خلينا برضو نشوف استاذ محمود هيقول لنا. ستارت الايفون 7 عندك يا استاذ محمود بيبدا من كام؟ احنا النهارده قبل ما نتكلم في سعر الجهاز ده، النهارده عاملين لكم تشكيل عالي قوي 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 ان شاء الله. كل الاجهزه معانا تشكيل بفضل الله 7 8 بلس اكس ار اكس اس 11 برو 11 برو ماكس 12 برو 12 برو ماكس 13 برو 13 برو ماكس 14 برو ماكس 15 برو ماكس. احلى من كل الاجهزه، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه ان شاء الله. كل الاجهزه ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا شباب. لو معاك في جيبك 3500 جنيه هيجي لك جهاز ايفون 7 ستارت. ايفون 7 ستارت معانا من 3500 جنيه بحاله ممتازه، هتشرفني معاك. 8 بلس. وخلي بالكم ان الجهاز ده هيبقى عليه عرض قوي جدا في نهايه الفيديو من ضمن مجموعه اجهزه هيبقى عليها عروض قويه. قول لي يا استاذ محمود ال8 بلس عندك الستارت بتاعه بيبدا من 7000 جنيه. 7000 جنيه يا شباب. خلي بالكم ان طبعا السعر ممكن يختلف معاك حسب مساحه الموبايل وحسب حالته، ده لسه عليه عرض هنكسر بيه الدنيا. طيب تعالى بقى يا استاذ محمود ندخل بعد كده مع بعض مع الايفون اكس. زي ما انا شايف ما شاء الله يا شباب حالات الاجهزه. قول لي يا استاذ محمود ستارت الجهاز ده عندك بيبدا من كام؟ الاكس معانا بيبدا من 9000 جنيه ما شاء الله. ايفون اكس يا شباب الستارت بتاعه عند ترند ستور 9000 جنيه. خلي بالكم بدايه اسعار، بدايه الاسعار وانت طالع بالحاله بيعلى معاك اكتر من كده. وتعالوا بقى نخش على الاكس اس يا شباب، الموبايل اللي هيبقى عليه عرض قوي جدا جدا جدا. بصوا كده يا شباب، بص حاله الجهاز. قول لي يا استاذ محمود الاكس اس عندك كده الستارت بتاعه كام؟ ما تتكلمش في العروض خالص، سيب لنا العروض في الاخر. الاكس اس هيبدا معانا من 11000 جنيه. اكس اس يا شباب هيبدا معانا من 11000 جنيه للمساحه ال 256 مش ال 64. وخلي بالكم برضو الموبايل ده عليه عرض قوي جدا جدا في نهايه الفيديو، فاوعكم لسه ما حطيتش لايك عشان اللي جاي هيبقى ملوش حل. وركزوا بقى معايا قوي يا شباب في اللي جاي، وهنبدا مع بعض باول موبايل. ولا بلاش سيب ده، تعالوا ندخل كده يا شباب مع بعض بالاكس ار، واحد من افضل الموبايلات اللي ممكن اي حد فيكم
يشتريه. قول لي يا استاذ محمود الاكس ار عندك الستارت بتاعه كام؟ وبرضه عليه عرض قوي جدا في نهايه الفيديو. الاكس ار معانا بيبدا من 10000 جنيه. اكس ار يا شباب بيبدا زي ما احنا شايفين والاسود من 10000 جنيه. وخلي بالكم الموبايل ده ممتاز جدا ونازل عليه الابديت الجديد الاي او اس 18، يعني تقدر تشتريه في 2024 وهيكمل معاك في 25. مش هتعاني مع الموبايل ابدا وبكل الوانه وبالاعداد اللي انتوا عايزينها. تعالوا بقى دلوقتي يا شباب بقى نبدا نسخن الفيديو شويه كده مع بعض يا استاذ محمود، ونبدا بالاكس اس ماكس كده بقى. احنا دخلنا بقى في الاجهزه الايه؟ كلمني بقى. لا انا عايز اقول لك يا محمد ان اكس اس ماكس ده انا عن نفسي بعتبره وحش الايفون. فعلا جهاز يعني محترم. الاكس ده اس ماكس ده من ساعه ما نزل لحد النهارده وليه زبونه، وجهاز محترم جدا جدا جدا. كاميرته حاجه كده، انا بعتبر ان الحاج ايفون. تعرف انه بالنسبه لي لحد النهارده انا شايفه اشيك موبايل نزل من شركه ابل. ماتيريال قوي جدا، جميل جدا، كاميرا ممتازه. زي ما كنت بقول لك كده الحاج ايفون غلط لما عملها في بصراحه الموبايل. تعالوا بقى يا شباب دلوقتي اللي اهم من كل ده سعر الموبايل. ستارته عندك كام يا استاذ محمود؟ اكس اس ماكس. الاكس اس ماكس ستارته 14000 جنيه. 14000 جنيه يا شباب. احنا حاليا دلوقتي في نص شهر 8 2024. استاذ محمود بيقول لك ستارت الاكس اس ماكس حوالي 14000 جنيه، وعلى حسب حاله الموبايل بيتحدد السعر. وخلي بالك ده للمساحه ال 256. طب تعالوا بقى يا شباب نطلع مع بعض كده فوق شويه، وخلي بالكم اي موبايل بنوريه لكم دلوقتي يا شباب بكل الوانه موجوده. تعالوا بقى نروح للايفون 11. قول لي يا استاذ محمود بقى. ال 11 معانا هيبدا معانا من 14000 جنيه برضه. من 14000 جنيه الايفون 11 يا شباب. وفعلا حالات الاجهزه ما شاء الله. تعالى وشوف الحالات بنفسك. وزي ما قلت لك كل الالوان موجوده، واستاذ محمود موفر لك كل الالوان. ولو في موبايل احنا ما قلناش عليه دلوقتي تقدر تتواصل مع المكان، الارقام في وصف الفيديو، هيقول لك على الاجهزه ويقول لك على حالاتها وعلى اسعارها وعلى البطاريات بتاعتها. يبقى ستارت هنا عندك الايفون 11 يا شباب ب 14000 جنيه وعليه عرض قوي جدا في نهايه الفيديو. خليكم معايا. وتعالى بقى نطلع بعد كده لل 11 برو، واحد من اشيك الموبايلات وافضلهم في شركه ابل. قول لي يا استاذ محمود الايفون 11 برو عندك ستارته كام عشان المتابع عندي بيسال عليه. هنقول ال 11 برو بيبدا معانا من 17.5، يعني هتشيل الثلاث كاميرات ب 17.5. وطبعا الابديت يا شباب الاي او اس 18 هينزل عليه. موبايل ممتاز جدا جدا وتجيبه فعلا يعتمد عليه. مساحه 256 كتصوير كاداء فعلا موبايل محترم جدا. ستارت 17500 جنيه. ركزوا بقى معايا في الجهاز اللي جاي. هو راح فين؟ تعالى 11 برو ماكس. الجهاز ده يا شباب استاذ محمود عامل لكم عليه حته عرض في نهايه الفيديو هنكسر الدنيا ان شاء الله. ولكن انت عشان تعرف قوه العرض شوف سعره دلوقتي اصلا كام. العادي الستارت بتاع الجهاز عندك يا استاذ محمود لل 11 برو ماكس كام؟ ال 11 برو ماكس مساحات 256، ستارت معانا 19 ونص. 19500. 11 برو ماكس يا شباب يعني تقدر ب 19000 جنيه تيجي تاخد جهاز ايفون 11 برو ماكس. ولكن لو عايز حاله بروفيشنال السعر عنده تقريبا لا يتخطى ال 22000 جنيه. هديك جهاز 11 برو ماكس حاله 56 بطاريات 96. طبعا البطاريات اوريدي استاذ محمود عارف وقايل لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده ان ال 11 برو ماكس بنسبه 99% كلها متغيره، ولكن بطاريات محترمه. النسبه كلها موجوده في الاجهزه. تقدر تاخد افضل حاله بسعر 22000 جنيه. ستارت ب 19000 جنيه تقدر تشيل الموبايل. الموبايل ده يا شباب من 3-4 شهور كان وصل ل 31000 جنيه. اوعوا تنسوا الحاجات دي. تعالوا بقى يا شباب بقى كده مع استاذ محمود نعلى شويه ونروح للايفون 12 يا شباب. ولكن الستارت اللي استاذ محمود هيقول لكم عليه دلوقتي هو عنده مجموعه الاجهزه اللي موجوده دلوقتي يا شباب كلها شريحتين. يعني انت ممكن تجيب سعر اقل من اللي هيقول لك عليه، ولكن هو هيكلمك على الشريحتين. قول لي يا استاذ محمود. هو ال 12 عموما الستارت بتاعه بيبدا من هنقول 19 20. تمام 19 ده العادي اللي هو بشريحه واحده. تمام. احنا عندنا هنا غالب الشغل اللي موجود عندي شريحتين هيبقى بسعر 22000 جنيه. 22000 جنيه يا شباب للشريحتين. يعني انت لو عايز موبايل بشريحتين هتلاقيه بيستارت 22000 جنيه متوفر بكل الوانه. تعالوا بقى يا شباب نطلع دلوقتي للايفون 12 برو. وفين هو ال 12 برو؟ ما شاء الله يا شباب خلي بالكم الاجهزه كلها بالوانها. وطبعا حالات الاجهزه كلمنا عنه كده يا استاذ محمود. احنا عندنا 12 برو شريحه وشريحتين ما شاء الله 256 حالات ممتازه جدا كل الوانه. حاجه هتشرفني في قناه مستر محمد حبيبي. وباذن الله اللي اشترى مننا قبل كده عارف شغلنا عامل ازاي. الحمد لله فعلا يا شباب بنسبه 99% يا استاذ محمود. واحد من افضل الاماكن اللي صورت معاها تقريبا الشكاوي تكاد تكون معدومه. كل الناس الحمد لله فعلا بتشكر فيه. وبالتالي لو خدت بالكم دي ثالث مره بصور مع ترند ستور واستاذ محمود لانه فعلا يستاهل ان انا ارشحه لكم كواحد من افضل الاماكن. قول لي بقى 12 برو عندك ستارت كام؟
23000 جنيه. 12 برو يا شباب ستارت 23000 جنيه. اظن مش هتلاقي السعر ده موجود في اي مكان تاني غير في ترند ستور. وتعالوا نشوف بقيه الاجهزه لان في اسعار جايه هنكسر بيها الدنيا. تعالوا بقى يا شباب دلوقتي نخش مع بعض لل 12 برو ماكس زي ما احنا شايفينه. طبعا الوانه موجوده. انا هاجي اوريكم الاجهزه واستاذ محمود هيقول لكم الستارت وحالات الاجهزه. 256 جيجا ب 27000 جنيه ستارت. ما شاء الله ما شاء الله فعلا يا شباب الاجهزه. تعالوا شوفوا الاجهزه بنفسكم. وعندنا منه شريحه وشريحتين. في شريحه وفي شريحتين. ستارت الاسعار يا شباب 27000 جنيه. وخلي بالكم ده سعر حاليا ممتاز. احنا النهارده نص 8 2024 عشان تعرف تاريخ الفيديو. وتعالى بقى يا استاذ محمود ندخل على الايفون 13 الموبايل اللي مطلوب مني كتير جدا الفتره دي. بصوا بقى انا مش عايز اقول لكم ان كل الوانه موجوده تمام، يعني ادي لون 2 3 عد زي ما انت عايز، ولكن خلينا نبدا باللون المفرقع ده. تعالوا ايفون 13. قول لي بقى يا استاذ محمود ستارت الايفون 13 عندك كام؟ ال 13 بيبدا معانا من 22000 جنيه. 22000 جنيه للايفون 13 يا شباب زي ما انتم والحاله شايفين. بصراحه يعني والله فوق الممتاز. طيب خلينا بقى قبل ما نخش على ال 13 برو بقى ونطلع للليفل ده، في بعض الاسئله اللي لازم انت كمتابع او حد رايح يشتري موبايل يبقى واخد باله منها. دلوقتي يا استاذ محمود في للاسف نسبه مش عايز اقول كبيره جدا عشان ما اخوفش الناس، ولكن في نسبه كبيره جدا من التجار للاسف بيتعاملوا في البطاريات بيرفعوها. طب يا شباب اللي مش فاهم يعني ايه رفع البطاريه ركز معايا. انك تبقى جايب موبايل مثلا بطاريته سي مثلا 81%، يجي التاجر يخلي البطاريه 100%، تيجي تشتري الموبايل انت ما تعرفش في خلال شهر تلاقي البطاريه وقعت منك. طب لو انا دلوقتي حد جاي يشتري منك يا استاذ محمود، انا كراجل جاي اشتري مش فاهم، انت ممكن تعرف ايه اللي يخليني اضمن ان الموبايل ده بطاريته مرفوعه ولا لا؟ السؤال ده انا لازم اعرفه للمتابعين من حد متمرس في المجال، واكيد المعلومه اللي هناخدها منك لكل متابع هتبقى مهمه جدا جدا. فارق انا هديك لغز كده قوي جدا 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 هيطمنك ويخليك تحط فلوسك في مكانها وفلوسك ما تضيعش عليك. ازاي تعرف بطاريه الموبايل بتاعتك مرفوعه ولا لا؟ قول لي يا استاذ محمود. خلي بالكم الكلام ده بفلوس ولكن احنا مش هنبخل عليكم. اول حاجه او هي الحاجه الوحيده اللي تديك الاوكي في البطاريه، اول ما تشتري الجهاز اعمل له سوفت وير. ده اللغز. لو عايز تعرف الموبايل بتاعك مرفوعه ولا مش مرفوعه اعمل الجهاز سوفت وير. طب دلوقتي في بعض الناس بتقول لي احنا بنخش نشتري الموبايل من المكان وبعد ما بنجيبه باسبوع 10 ايام، مش هقول لكم بقى ان هم بيقولوا ان البطاريه مرفوعه، بيقولوا لي احنا بعد ما بنجيب الموبايل بنبص نلاقي مره واحده وما عملناش ابديت الموبايل نزل 10%. لا ده كده الجهاز فيه مشكله. لا المحل بيقول لي احنا رجعنا للستور بيقول لنا لا والله ده عيب ابديت، ده عيب شاحن، لا 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 ده عيب، ويدخلهم في قصه. انت رايك في الكلام ده؟ الكلام ده مش صح خالص، وعملائنا اللي موجودين في الصفحه يعملوا كومنتات رجاء يعني ان مفيش حد خد مني جهاز الحمد لله. لا هم مش عندك، انا بتكلم على وجه العموم يعني على وجه في العموم. ان انا لو بعت جهاز انا كاي محل فلان علان حمدان زيدان انا بعت جهاز. ايه ده حلوه الجمله دي، خدت حمدان زيدان. بصوا ان انا لو بعت جهاز، لو من باب الامانه لو جهاز نزل اكتر من 2% كده الجهاز فيه مشكله في بطاريته. شوف هو اللي بيلزم نفسه قدامك بيقول لك ايه، يعني ده كتاجر عارف الشغل اللي عنده فاهم. بيقول لك لو الموبايل نزل اكتر من 2، الجهاز نزل اكتر من 2% يبقى الجهاز اصلا فيه مشكله. خلي بالكم يا شباب مفيش تاجر هيقول لكم الكلام ده لا خالص، الا اذا كان واثق في شغله. عشان تعرفوا انا ليه في اماكن معينه دايما يعني باجي اصور معاها. انا لو عايز اصور مع اي حد ممكن كل يوم انزل لكم فيديو، ولكن بكون حريص بعنايه مع المكان اللي انت كمتابع تيجي تشتري منه. بدي للعميل اللي عندي ضمان 3 شهور بحد ادنى 3 شهور يعني انت معاك براحتك بقى، جرب براحتك مفيش اي مشاكل خالص. طب تعالى بقى دلوقتي يا استاذ محمود، بما ان احنا بقى دلوقتي اتكلمنا معاهم واديناهم بعض المعلومات اللي لازم يبقوا عارفينها، نروح بقى للايفون 13 برو، واحد من افضل الموبايلات يا شباب. انا موبايلي الشخصي ايفون 13 برو. تعالى بقى نروح للايفون 13 برو عندك كده. لكل الناس اللي مكلماني يا شباب على الانستجرام وطالبين مني ايفون 13 برو وعايزين يعرفوا اسعاره، الموبايل اهو بكل حالاته بكل الوانه. قول لي ستارته عندك كام يا استاذ محمود؟ ال 13 برو على وجه العموم ستارته الحاجه المحترمه الكويسه 30000 جنيه ان شاء الله بجد فعلا. بس انا عندي حالات معانا ممكن توصل معايا لحد 33000 جنيه، بس انت لما هتكلمني وهوصف لك حاله الموبايل يشوفها انت بنفسك هتحجز معايا الجهاز. تقدر بص يا شباب تقدروا تاخدوا يعني اي جهاز احنا بنقوله يبقى يا استاذ محمود هيبعت لك على الواتساب مثلا صور الموبايل، صور الجهاز بالسيريال الجهاز، عشان لو انت شفت الصوره واخترت الجهاز ده لما تيجي هتلاقيه بسيريال، بنفس السيريال اللي حلوه النقطه دي. يعني لو انت اخترت موبايل ممكن يوروا لك على الواتساب بالسيريال بتاعه بحيث لما تيجي ما يديلكش موبايل. الموضوع ده اتكرر معانا كتير لان بيجي لنا ناس من المحافظات فبيقول لي احجز لي الجهاز ده، فبعته له بالسيريال بتاعه هيجي يلاقي نفس الجهاز بالسيريال بتاعه، حصل كتير معانا.
الايفون 13 برو ماكس عليه عرض، انا عايز اقول لكم هنكسر بيه الدنيا، بس مش هقول لكم ايه السعر غير في نهايه الفيديو، تقريبا قربنا. ولكن قول لي يا استاذ محمود، الستارت العادي عندك للايفون 13 برو ماكس عندي انا كام؟ الستارت العادي 13 برو ماكس 256 جيجا، عشان كان عندي 128 وخلص. تمام. لكن هنتكلم في ال 256 جيجا ب 37000 جنيه. هتقول لي في ب 35000 جنيه في السوق، في ب 35 بصراحه، لان انا سمعت الاسعار دي، بس الحاله انا ما بحبش اخدها بصراحه. يعني ممكن تجيب ب 35 لو عايز تجيب ب 34 ب 36، ولكن هو قال لك وممكن هتلاقي عندي حاجات كده بال 35، بس حاجات من هنا. انما الشغل بتاعي المعتاد شغل دبي اللي انت عارفه، اسعاره موحده بحالات ممتازه جدا ان شاء الله. حالات طبعا زي ما مستر محمد قال، عندنا عرض في ال 13 برو ماكس هيكسر الدنيا. عايز اقول لكم في حد معانا لاخر الفيديو عشان تشوف العرض، هتتبسط قوي. عايز اقول لكم في حد معانا ورا الكاميرا دلوقتي، هو عايز ياخده بالعرض ده بعد ما عرفه، بس احنا مكتفينه. صح ولا انا غلطان؟ سامعين صوته؟ اللي واقف ورا الكاميرا عمال يقول انا اللي هاخده بالعرض ده، ولكن احنا هنشيله لحد من المتابعين وهنقول لكم ازاي تقدروا تفوزوا بالعرض ده. تعالى بقى يا استاذ محمود، انا عارف ان هو في عرض ولكن سعره العادي الايفون 14 العادي عندك. بص يا شباب، برضه عليه عرض قوي. احنا بنقول لكم المره دي جايين بشويه عروض ملهاش حل، ولكن الستارت العادي 28 طبعا. الف جنيه. 14 العادي موجود بالعلبه بتاعته وحاله فوق الممتازه. طبعا بقى يا شباب الايفون 14 بلس 14 برو كل ده موجود وبكل الاسعار، واي حاجه زي ما قلت لكم احنا ما قلناش اسعارها. تواصل مع استاذ محمود على الارقام اللي موجوده في وصف الفيديو، هتقدر تعرف كل حاجه وممكن يبعتها لك على الواتساب. ولكن انا بذكر لكم دلوقتي الحاجات اللي بتخطف عيني. تعالوا بقى كده نروح للايفون 14 برو ماكس، هروح اوريهم الحاله وانت قول لهم الستارت كام. بصوا كده يا شباب، 14 برو ماكس الشريحه الواحده ستارت 41 ايفون 14 برو ماكس ستارت 41000 جنيه. والله العظيم السعر ده يا شباب سعر الايفون 14 برو العادي مش البرو ماكس. واسال في اي مكان وهتعرف ان احنا جايبين لكم اسعار من ترند ستور مش هتلاقيها في اي حته. تعالوا بقى يا شباب دلوقتي مع بعض للايفون 15 برو ماكس. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مفيش موديل مش موجود، وخلي بالكم ان احنا حاليا داخلين على مرحله العروض، فاجهزوا وتعالوا بقى نعرف بقى الجهازين دول ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم اي جهاز بكمياته. 15 برو ماكس قول لي يا استاذ محمود، دول الستارت بتاعهم عندك كام عشان نخش بقى في الايه، في الدلع بقى، عايزين ندلع الناس. 54000 جنيه. 54000 جنيه يا شباب للايفون 15 برو ماكس، لاي موبايل تقدر تشتريه كستارت وكبدايه. حالته لان انت هي باينه الموبايل لسه جديد ما لحقش يتبهدل. مش قصه باينه، هو انت عارف يعني ايه 15 برو ماكس؟ لسه الجهاز ما اشتغلش. الجهاز اصلا لسه يعني الجهاز نزل في شهر 9 اللي فات. طيب بصوا بقى يا شباب، جينا للمنطقه او للجزئيه اللي كلكم مستنيينها وهي مرحله العروض. بس قبل ما نبدا معاهم يا استاذ محمود، لان احنا عايزين نروق عليهم، انزل حط لايك لان اللي جاي كلام تاني خالص. يلا بينا. قبل ما نبدا العرض قول، انا عايز اقول لك ان اي جهاز هتشتريه من محل هنا، طبعا الهديه اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم المعتاده ده قبل العروض. سكرينه اماميه، سكرينه خلفيه، جراب، شاحن كامل مع الضمان 3 شهور. سكرينه اماميه، سكرينه خلفيه، شاحن، جراب، وكمان هتاخد ضمان 3 شهور. ده تسخين، ده الطبيعي، ده التسخين، ده حقك عندي. تعالى بقى نخش بقى على العروض اللي بجد اللي هتعجب كل واحد فيكم. يلا بينا. طيب بصوا بقى يا شباب، العرض اللي احنا هنقوله دلوقتي ده هيبقى على كل جهاز قطعه واحده، يعني كل جهاز هنقوله هيكون قطعه واحده بس اللي عليها العرض. ركز بقى معايا، عشان تفوز بالعرض ده لازم تكون مشترك في القناه، لازم تكون حاطط لايك على الفيديو، وهنبدا نختار من الكومنتات بشكل عشوائي اللي هيفوز بالعروض اللي احنا هنقولها دلوقتي. ركز بقى معايا، اول موبايل عاملين عليه عرض كفئه اقتصاديه للمتابعين وهو ال8 بلس. قول لي بقى يا استاذ محمود، الجهاز ده او القطعه دي هنعمل عليها عرض بكام للمتابعين؟ انا هعمل لك عرض على ال8 بلس، جهاز ما شاء الله بحاله ممتازه جدا جدا جدا، 6000 جنيه. ايفون 8 بلس جهاز حرفيا فابريكا بسعر 6000 جنيه، واتحداك لو لقيت السعر ده بنفس الحاله اللي بقول لك عليها دلوقتي. وطبعا يا شباب هيكون معاه سكرينه وش وسكرينه ظهر وشاحن كامل وضمان 3 شهور وجراب للموبايل. هتدلعوا. ده اول جهاز. تعالوا بقى نروح للايفون اكس ار وعليه عرض قوي جدا. قول لي يا استاذ محمود، الايفون اكس ار ده هنعمل عليه عرض للمتابعين ايه؟ دلعني، انا عايزك تدلع المتابعين. قول لي بقى. انا الاكس ار ده هديهولك ب 8500 جنيه. ايفون اكس ار بسعر 8500 جنيه، ده غير الهدايا اللي نازله معاه. واتحداك لو لقيت السعر ده فعلا عاملين عروض قويه يا شباب. وتعالوا نشوف العرض اللي بعد كده. اكس ار ب 8500، ايفون اكس اس 256
بسعر 9500 جنيه. الاكس اس ده المعتاد بتاعه هتلاقيه ستارت معاك ب 12000 جنيه في اي مكان، ودي حقيقه. انا شايلك جهاز اكس اس ب 9500 جنيه، وده لعميل مستر محمد المكتري. انت بس تيجي تقول تبع محمد المكتري هتتدلع. ايفون اكس اس مساحه 256 معاه جراب وشاحن وسكرينه وضمان 3 شهور بسعر 9500 جنيه. اتحداك لو عرفت تجيب الاسعار دي. ايفون 11 بقى يا شباب، انا هشيلك ال 11 الله ب 13500. ايفون 11 بكل الهدايا اللي بتطلع معاه بسعر 13000 جنيه. انا قلت لكم جاي اروق عليكم واستاذ محمود ما قصرش. تعالوا ده لسه في عروض اقوى من دي بكتير. وخلي بالكم يا شباب، عروضنا موجوده ما فيهاش اي كذب نهائي. كل العروض دي اللي عملناها في الفيديوهات اللي قبل كده الحمد لله كل الناس فازت بيها. قول لي بقى يا استاذ محمود، ال 11 برو ماكس، تعالى كده نشوف ال 11 برو ماكس سعره كام؟ 18 ونص. ايفون 11 برو ماكس 256 جيجا 256 بسعر 18500 جنيه. قول لي هتلاقي الاسعار دي فين؟ قلت لكم هروق عليكم. خدوا القنبله دي. بص بقى، ايفون 13 برو ماكس اللي فيه حد ورا الكاميرا عايز ياخده، ركز بقى معايا، باستثناء انه هيطلع معاه جراب وسكرينه وشاحن وضمان 3 شهور وكل الكلام ده. قول لي كده يا استاذ محمود، ايفون 13 برو ماكس ده بكام؟ خلي بالكم احنا قلنا ستارت 37000 جنيه. شوف بقى سعره كام كده في العرض، بس على قطعه واحده. القطعه دي 13 برو ماكس مع العلبه بتاعته ب 28000 جنيه. ايفون 13 برو ماكس بالبوكس بتاعه بشاحن بجراب بسكرينه بضمان 3 شهور 256 جيجا 256 كمان مش 128 بسعر 28000 جنيه. انت مستني ايه؟ انزل حط لايك بسرعه واشترك في القناه عشان تفوز بالعرض، لانك مش هتلاقي عرض اقوى من كده. يلا بينا نشوف العرض اللي بعد كده يا شباب. وهو بصراحه المفروض بعد العرض ده نقفل الفيديو، ولكن تعالوا نشوف في عرض لذيذ برده كده وخفيف على الايفون 14 بكل مشملاته. قول لي كده يا استاذ محمود ده عامل كام؟ 14 معاه كرتونته في الضمان، لسه في الضمان، بطاريه 96. الله اكبر ما شاء الله. 27000 جنيه 27000 جنيه الموبايل لسه في الضمان بكل مشملاته. اظن بعد العروض اللي قلناها لكم دلوقتي مع استاذ محمود، انت المفروض اول حاجه تعملها لو ناوي تشتري موبايل تنزل تتواصل مع ترند ستور وتشوف الاسعار والهدايا اللي احنا قدمناها ديت هل هي موجوده ولا لا. وطبعا لكل اللي عارفين استاذ محمود انا واثق ان هم عارفين ان الراجل ده صادق وكل اسعاره موجوده والاجهزه بتاعته زي ما قال لك. اسال عليها في مكان واثنين وثلاثه. وخلي بالكم يا شباب، اي حاجه استاذ محمود قالها لكم داخل الفيديو انا مسؤول بشكل شخصي قدامكم عن اي موبايل هيطلع من داخل ترند ستور. وانتوا عارفين ان انا مش اي مكان بطلع حتى لو انا اللي مصور فيه بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه. ولكن فعلا استاذ محمود ما قصرش مع اي حد حرفيا من المتابعين اللي عندي اللي بيكلموني على الانستجرام وبيجوا يتواصلوا معاه. فعلا شخص يستاهل ان انت تيجي وتشتري منه وتكون مطمن جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم يا استاذ محمود بجد على بشكركم كلكم، وانا سعيد بيكم، وان شاء الله بكبر بيكم واقدر اساعدكم وابقى عند حسن ظنكم واوفي بوعدي معاكم ان شاء الله. فعلا يا استاذ محمود انا سعيد ان انا صورت معاك النهارده، وفعلا الاسعار بتاعتك كانت تستاهل ان احنا نيجي ونصور. وخليكم يا مستر محمد حبيبي بنورك والله. فريقك الجميل ده انا بعتز بيه. كل الشباب اللي ورا الكاميرا دول يا جماعه بيتعبوا والله عشان خاطركم. وتسلم ايديكم، وان شاء الله احنا نكبر بيكم برضو وانتم مجهودكم عالي قوي معانا. يا رب اكون قدرت اقدم لكم اسعار تليق بيكم واكون قدمت لكم حاجه تكون فادتكم. وبكده نكون يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو. استنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا. كان معاكم محمد المكتري من قناتي على اليوتيوب. مع السلامه.